قول لنا الرأي ديالك زعما مقابل كيفاش كتشوفوا القادمه ديال المنتخب المغربي امام البرتغال؟ اولا قبل كل شيء الحمد لله المنتخب المغربي عنده كفاءات لاعبين ومدرب وطاقم تقني، وان شاء الله ما غاديش يخيبونا، لانه شناهم كيجيراو المقابلات اللي فاتوا من الناحيه التكتيكيه وكذلك من الناحيه الفنيه كانوا ممتازين، لانه كما قلت لك عندنا كفاءات. يعني واحد كيلعب في باريس سان جيرمان، بايرن، تشيلسي، يعني راه كيلعبوا مع لاعبين كبار وكيلعبوا في فرق كبار. يعني ان شاء الله ما غاديش يخيبونا في مباراه البرتغال اكيد غادي يكون خصم قوي، لكن ما غاديش يكون ان شاء الله احسن منا، ومتفائلين ان ايجابيه بانه فريق افريقي عربي كسر جميع التوقعات ديال المحللين الرياضيين بانه ممكن يخرج من الدور الاول ولا الدور الثاني. هو تبارك الله دابا راه ممكن كينافس على المراتب الثلاثه الاولى ان شاء الله متفائلين انه غادي صعدوا ان شاء الله للنصف النهائي، وان شاء الله تماك عاوتاني تكون هضره اخرى، وان شاء الله لما لا يصعدوا للنهائي ويجيبوا لنا اللقب. حنا متفائلين. كتظنش بان الاصابات اللي كاينه اللاعبين ديال المنتخب تقدر تاثر عليه؟ الا كنا كندويو على الاصابات، دكات البدلاء خصها تكون بقيمه الناس اللي كيلعبوا اساسيين، وانا ما كنظنش غادا تاثر علينا بزاف، لانه اللاعبين ديال دكات البدلاء ما غاديش يكونوا اقل من الرسميين، واللي لعب غادي شايفين الجرينتا كاينه في المنتخب، يعني اللي دخل غادي يجيب العز للفريق. مش سهلة، لكن تخطينا الأصعب من المنتخب البرتغالي والمنتخب الأسباني. مش سهل، كان وصيف أو كان الوصيف، وكان في نفس الوقت اللي هو بطل كأس العالم في 2010. وإن شاء الله نتوقع إنه المباراة هذه بإذن الله تعالى من نصيب المغرب، فقط إنه تكون الثقة موجودة وينكسر الحاجز النفسي اللي في داخل المنتخبات العربية ككل، ينظر لها الإنسان إنه المنتخب الأوروبي أو المنتخبات الغربية أكبر مننا. لا بالعكس، إنما نحن فقط إنه نحتاج للثقة في النفس ونكسر هذا الحاجز، إن شاء الله بإذن الله تعالى الفوز لهم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنعتقد اولا انه مباراه المغرب مع البرتغال غتكون علامه فارقه في مسيره وليد الركراكي وحتى المنتخب برمته. لماذا؟ لانه كنعتقد غيكون تغيير حتى في التكتيك.
غاديش يلجؤوا للدفاع كما كان مع اسبانيا، بحيث انه غيلجؤوا للهجوم، لانهم اولا كتبوا التاريخ، وثانيا غيكونوا الاصابات كانوا اصابات على صعيد خط الدفاع، فبالتالي غادي غيحاولوا يفاجئوا البرتغال، ما غاديش يتراجعوا. كان هذا هو ارتساماتي الاوليه، والحمد لله عندنا عناصر صارت متشبعه بثقافه الفوز والمواصله ضد اعتى الفرق وافضل المنتخبات. اصبح المغرب رقم صعب لكل المنتخبات، وصار ينعمل له الحساب، والحمد لله هذا غيعطي معنويات كثيره لا للمدرب اثناء رسم الخطط ولا للاعبين اثناء تنفيذ الخطط. والحمد لله المغرب ديما رايته خفاقه، واللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور حاضر وبكثافه، وكما كنقولوا بالمغربيه كيخلي صوته في التيران، كيرجع مبحوح باش كيرتاح ويرجع يشجع المنتخب المغربي، ويستاهل هذا المنتخب ويستاهل المسانده ديالنا المستمره ليه. وان شاء الله راه عندي احساس كبير انه غيكون طرف على الاقل غيكون في الدومي فينال ان شاء الله.